مساء الخير يا سعيد. مساء الخير يا بابا. عامل ايه؟ ماشي كويس. القانون الجنائي تعبني شوية لكن أنا قدها وقدود. واخواتك؟ ناموا بدري علشان كلياتهم. مالك يا بابا؟ لا أبدا مفيش. على فكرة الدكتور أستاذ الجراحة بتاع سلامة اداله ميعاد الأسبوع اللي جاي علشان يعمل له العملية. ربنا يسهل. مالك يا بابا؟ مفيش يا سعيد مفيش. ياه، رجليا بتنشر عليا قوي يا سرية. من اللي بتعمليه في نفسك يا اختي؟ معقول الهدة اللي انت فيها دي؟ الناس عشمانة فيا ولازم اكون عند حسن الظن. ايوه بس مش للدرجة دي. انا مش تعبانة، كفاية الابتسامة اللي بشوفها على وشوش الناس، اصحاب المصالح والمظالم اللي بجيب لها حقوقها. الابتسامة دي بتسعدني قوي يا سرية. السلام عليكم. تعالى يا ريتم، دخل المقاول. حاضر يا سعجيز، اتفضل يا حاج اتفضل. اهلا يا عجاز، ده انا لسه داخله من بره. مين ده؟ ده مقاول، هيبص بصه في البيت عشان هيبتدي من بكره يوضبه. يوضبوا؟ طبعا، انت بيجيلك ناس كتير، لازم البيت يبقى متوضب. شويه بلاط على شويه خشب في الارض، شبابيك، هنشيل السقف ونعمل مسلح، هنشيل الحيطان ونعمل بدل منها طوب احمر، هنشيل يعني هتوضب. انت ايه ده؟ انت هتعمل بيت من جديد؟ هعمل لك دوار ان شاء الله. بس يا اخويا ده مش كتير. ولا كتير ولا حاجه، ما انا مرتب لك كل حاجه. واضح انك لسه داخله، ما بتتعشيش يعني. نتعشى سوا. عامله ايه يا سرية؟ عامله فضلة خير الجوز فراخ بلدي وده كربات. بصلة المحب خروف يا عجاز. البط بقى بصله. عجايب. ادخل. بعد اذنك يا فندم. ايه ده يا عبد الرازق؟ دي استقالتي. مقبوله يا عبد الرازق. ده سيادتك ما صدقت. امال انت فاكرني هساومك يا عبد الرازق؟ انت عايز تستقيل وانا قبلتها. طيب عن اذنك. كل مكافئتك وحقوقك هتاخدها يا عبد الرازق. عن اذنك يا استاذ بلتاجي. في ايه يا استاذ؟ انا استقلت يا سعاد. برافو عليك. برافو عليا. طبعا، لانك كده خسرت المكتب صحيح لكن كسبت نفسك. الشغل على قفا من يشيل، خصوصا لشخص زيك مش ناقصه كفاءة ولا مخ. طبعا، ما انت مش طايق تشوفني. بالعكس، بعد عشرة اكتر من 8 سنين من النهاردة بس بقيت صاحبي. ده اذا ما كنتش تتكسف تصاحب وكيل محامي كسر. لا بالعكس يا سعاد، انت بني ادم، وبني ادم مثالي كمان. خلينا نشوفك يا استاذ، وانا شخصيا مش همل من السؤال عنك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ. على فكرة يا سعاد، قبل ما امشي انا عايز اقولك اني لو كنت ندل ما كنتش خدت عيالي وربيتهم وما زلت بربيهم احسن تربية. مفيش واحد جدع على طول ولا ندل على طول، المهم بينك وبين ضميرك تكون مستريح. تعالي يا احلام شوفي، امك بقت وزيرة. وزيرة؟ مش شايفة التلفزيون؟ صحيح دي ماما، بس لابسة كده ليه؟ دي أبها وقدموها تقديم عظيم جدا. قالوا عليها قوالة. يمكن شبهها يا سلامة. شبهها ايه؟ قالوا عليها بالاسم زاهية حسنين. طب ازاي؟ ده باين عليها كويسة قوي قوي خالص فعلا. يا خسارة، كنت عايزة اشوفها من الاول. بكرة يطلعوها تاني وتالت، هما لما يمسكوا حد بيفضلوا وراه. مساء الخير يا اولاد. مساء الخير يا بابا. عاملين ايه في المذاكرة؟ عال يا بابا. الحمد لله. وانت يا سلامة؟ الطب السنة دي صعب شوية يا بابا. ألا ده هتكركب لي بطني يا ولد ولا ايه؟ ما هي البطنة هي اللي تعباني. سيبك منه يا بابا، هو بيقول كده وبينجح بجيد جدا على الأقل. زيك مش كده؟ لا يا حبيبي، كفاية على التربية الفنية مقبول. قول لي الجرح بقى كويس؟ ده نسيه يا بابا، محدش بيفكره غيرك. انتوا قاعدين تتكلموا لي ليه؟ ما انا ليا لسان. اتعشيتوا؟ مستنيينك يا بابا. بابا. نعم. ولا بلاش؟ بلاش ليه بابا؟ نعم. ولا بلاش؟ ألا؟ بلاش ليه يا ابني انت وهو؟ بابا. نعم. انا كمان بلاش. ألا ايه في ايه مفيش حاجة. لا انتوا عايزين تقولوا حاجة. لا مش عايزين. لا عايزين. طب ما تقولوا. احنا شفنا ماما في التلفزيون. ايه شفتوا ماما؟ هي ماما بتشتغل يا بابا؟ احنا كنا فاهمين انها ما بتشتغلش حاجة وما بتعرفش حاجة. شفناها طالعة حلوة قوي وفخيمة، بتتكلم ب60 لسان، والتلفزيون عامل لها مهرجان.
وايه كمان؟ انت زعلت يا بابا؟ هزعل من ايه؟ احنا بس عايزين نفهم. من حقنا نعرف حاجة عن أمنا برضه يا بابا. امكم بقت من الناس الكويسين قوي. عشان كده بقى. دي فعلا أملة قوي. دي وصلت بقى. تصبحوا على خير. طب والعشاء يا بابا؟ ماليش نفس يا احلام. اتفضلي اتفضلي. سلام عليكم يا حريم بلدنا. وعليكم السلام يا مشرفة حريم بلدنا. ازيك يا نواش؟ ان شاء الله تسلمي يا زاهي. ها، ايه شكوتكم؟